الهولنديين بوظوا ليفربول، ودي مش نكتة ولا ترول ولا ان انا بقلش، بس دي حقيقة. المنظومة الهولندية او الافراد الهولنديين اللي موجودين في ليفربول بوظوا ليفربول، بداية من المدرب لبعض اللاعبين للجهاز الفني المصاحب لأرني سلوت. آه يعني النهارده الماتش بتاع بورموث وليفربول وانت بتتفرج عليه، بتتفرج على كمية من العبثية وكمية من الأخطاء من المدرب ومن اللعيبة ومن التكتيك ومن التغييرات. كل ده العامل المشترك فيه هو الجنسية الهولندية، الجنسية الهولندية اللي فعلا جابت ليفربول الأرض. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وهنتكلم على ماتش ليفربول وبورموث او بورموث وليفربول اللي انتهى للأسف بهزيمة ليفربول 3-2 في اللحظات الأخيرة، في مستوى من المباراة سيء إلى أبعد الحدود. أنت معاك الكورة ولكن لا شيء. أنت ما عملتش النهاردة جملة تكتيكية تقدر تقول من خلالها إن أنا أجيب جول. أنت الأجوال اللي أنت جبتها كلها من كرات ثابتة وكلها حاجات فردية بس. فأنا يعني خلاص بقى وصلنا لمرحلة إحنا هنسمع إقالة أرني سلوت إمتى؟ يا جماعة مفيش بعد كده. مفيش بعد كده، مفيش فشل بعد كده. أسوأ موسم في تاريخ ليفربول على مدار التاريخ. انت متخيل ان ده أسوأ موسم على مدار التاريخ ليفربول هو الموسم ده، ولسه مكملين مع نفس المدرب؟ طب ايه يا جماعة؟ يعني المدرب بيعمل تغييرات غلط، مدرب بادئ بطريقة، يعني هو اللي كسب بيها في مارسيليا قال لك انا هعملها النهارده بس غير فيها حتة، ان هو لاعب لنا النجم ابن اخته خاكبو اللي بيلعب حاجة و70 دقيقة، يعني مقزز للعين. انا مش عايز اقول لفظ تاني، متعب للعين وانت الكرة بتجيله وبتتفرج عليه. ضايع ضايع ضايع، اخطاء كارثية من فان دايك ما يعملهاش عيل صغير لسه مبتدئ كرة القدم. يعني نص ملعب اخطاء كارثيه ايضا، وعدم قدره على الخروج بالكوره وتمرير الكوره ما بين الخطوط واللعب من جرافنبرخ. باك رايت فريمبونج بيلعب باليه، تغييراته غلط. انت مش ملاحظ ان كل ده العامل المشترك فيهم ان هم كلهم هولنديين، سواء فان دايك او جرافنبرخ او كودي خاكبو او المدرب او الجهاز المصاحب ليه؟ مش ممكن، مش ممكن بجد. المنظومة الهولندية والأفراد الهولنديين اللي موجودين في ليفربول دمروا ليفربول، دمروه تماما. خلاص يا جماعة، ده ليفربول وصل لمرحلة. أنا هاخد كلمة ستيفن جيرارد اللي قال فيها إن يورجن كلوب بنى فريق زي ليفربول وجه أرني سلوت دمر كل اللي عمله يورجن كلوب. حرفيا الراجل دمر كل شيء كان موجود في ليفربول. لما تيجي النهارده تتفرج على المستوى والاداء اللي انت بتتفرج عليه النهارده خلال ال 94 دقيقه بالوقت الضايع، مفيش. انت متخيل ان مفيش كوره واحده، جمله واحده النهارده اتعملت تكتيكيه؟ جمله واحده؟ مش ممكن، مش ممكن. بتطلع ماكاليستر اللي في نص الملعب، هو اللي كان دايما طول الوقت ماسك لك نص الملعب، وبتنزل كيرتي جونز. كيرتي جونز نزل كل تمريراته غلط. اخر كرة لعبها اوفر ليفربول كان في حاله الهجوم، يعني المفروض ان هو اتلعبت كورنر ورجعت له، المفروض يحاول ان هو يلعبها صح علشان تحاول تجيب جول، بيلعبها يعني باي خالص، بيديها للجول بيلعبها اوفر غريب. كل كراته بتتقطع وبتردت علينا، الكوره كانت هتيجي جول بعد ما جبنا جول التعادل بتاع سوبوسلاي. تغييرات غلط. بتلعب كيرتي جونز في ماتش انت اصلا مش عارف تخترق، فانت جايب كيرتي جونز يعمل لك كيرتي جونز بيعمل ايه اصلا؟ الكيتيكي انت مطلعه بره علشان خاطر تلعب من غير فرود من البدايه غلط، من البدايه غلط. وبعد كده بتلعب خاكبو ليه؟ انا نفسي افهم خاكبو بيلعب كوره ليه اصلا. والله العظيم ثلاثة ما بهرج، انا نفسي افهم خاكبو ده بيلعب كوره ليه. محمد صلاح مستواه سيء للغايه، سيء للغايه. يعني ما شفتش انا مستوى انا كنت بلوم عليه في مستواه في منتخب مصر، لا مستواه دلوقتي اسوأ بكتير. ايه ده؟ الوحيد اللي بيلعب عندك وقادر يمسك الريتم هو سوبوسلاي، الوحيد. يعني
حاجة غريبة، حاجة أنا مش قادر أفهمها. هو واقف على الخط مش شايف والّا إيه لمّا اتصاب جوميز؟ 7 دقايق بنلعب ناقصين 10 لعيبة، 7 دقايق. ليفربول بيلعب 7 دقايق ناقص لاعب، علشان ما عملش تغيير، علشان ما قالش أي لاعب من اللعيبة يعمل فاول تكتيكي يوقّف اللعب، 7 دقايق. طبعًا لبسنا الجول التاني، وأليسون الكورة بعد ما دخلت جول بيقول لهم: "يا جماعة التغيير بسرعة ولازم يتعمل في وقته." طَب أنت لمّا نزل الجهاز الطبي لجوميز ما جهّزتش ليه والجهاز الطبي بلّغك إن الراجل ده اتصاب وخلاص مش هيقدر يكمّل، ما جهّزتش ليه إندو على طول وخلّيت جوميز ما يخرجش إلا لمّا تنزّل إندو؟ دي أخطاء تكتيكية يا جماعة، دي أخطاء مدرب واقف على الخط نايم. أنت النهارده بتشوف كل حاجة غلط، كل حاجة غلط في الماتش. أنا ما بقيتش قادر أتفرّج على ليفربول بالمنظر ده والله العظيم، كل مرّة باقول يمكن الماتش النهارده يبقى أحسن، يمكن المرّة دي ليفربول يعمل أداء مختلف، لكن لأ، نفس السوق، نفس الأداء، نفس الطريقة، نفس كل شيء يا جماعة. المشكلة في الراجل، المشكلة النهارده ال3 أجوال اللي دخلوا فيك النهارده ال3 غلطة فان دايك. فان دايك في الجول الأولاني بيعمل حاجة الكورة لو سابها الواد طالع بيها ضربة مرمى خلاص خلصت، بترجّعها بتخبطها فيه ليه مش فاهم. الجول التاني أنت اللي مغطي الoffside، الجول التالت أنت اللي طالع تاخدها بالhead ما خدتهاش عدِّت منّك. مش ممكن يا جماعة، مش ممكن نُص الملعب جرافنبرخ مش عارف يطلع بالكورة خالص، فريمبونج ما عملش ولا كورة over النهارده صح، ولا كورة صح. خاكبو بيُقع بالكورة أصلًا في منطقة الجزاء، إحنا شُفنا في الشوط الأولاني والشوط التاني، مش عارف يعدّي، مش عارف يعدّي one to one. يعني الواد ال ريان جوموا اللي عنده 18 سَنة نزل شوية عمل حركة. كيركيز سيء، وأنت عايز تمشّي روبرتسون؟ يعني بمستوى كيركيز ده أنت عايز تمشّي روبرتسون؟ مش ممكن يا جماعة، صلاح سيء للغاية، الفريق بتاعك كلّه سيء، منظومة هشة، عندك كوارث في الدفاع. وأنت لحد دلوقتي سوق الانتقالات قرّب يتقفل خلاص، وأنت لسه لحد دلوقتي ما عالجتش المشكلة دي، ما عالجتهاش. يعني أنت كنت عايزه أهو خلاص طار من إيدك وراح للسيتي. مش ممكن، أنا ما بقيتش قادر، مش ممكن، أنا مش لاقي كلام أقوله والله العظيم 3. أنا مش عايز أتكلم في التكتيك عن الماتش، لإن ما فيش أي حاجة في الماتش، ما فيش تكتيكات. الجول الأولاني اللي أنت جِبته كورنر، كورة ثابتة، والجول التاني كورة ثابتة سوبوسلاي، صلاح لعبها له حطها جول بس شكرًا. وال3 أجوان اللي دخلوا فيك أخطاء كارثية دفاعية. طب وبعدين؟ أنا يعني الإدارة مستنية إيه تاني لمّا ننزل لدرجة تانية؟ يعني هي الإدارة مستنية ننزل درجة تانية عشان تقيل الراجل ده، والّا مستنيين؟ أنا مش قادر أفهم هم مستنيين إيه؟ أنا مش قادر أفهم هم شايفين إيه مدى التطور اللي ممكن يحصل لليفربول مع الراجل ده. المنظومة دي فاشلة يا جماعة. من إمتى كان في مدرب هولندي فَذ عبقري جامد مش في آخر 20، 25 سنة عمل حاجة، من إمتى؟ ما فيش. آخر 25 سنة ما فيش مدرب تقدر تقول إن هو ده المدرب الهولندي ده كان حاجة واو، ما فيش يا جماعة. ده حتى مع منتخب بلدهم ما فيش. يعني الموضوع بقى over أوي الصراحة، بقت الموضوع محسوبيات. تحس النهارده ماكاليستر وهو خارج بيبُص له حاسس إنه عايز يقول له برضه أنا طبعًا أنت مش هتطلّع أي حد من الهولنديين اللي موجودين، وعنده حق. وأنا على فكرة قبل كده لو فاكرين في فيديوهات قبل كده قُلت إن في مشكلة ما بين ماكاليستر وأرني سلوت، وفي مشكلة ما بين سوبوسلاي وأرني سلوت، وفي مشكلة ما بين روبرتسون وأرني سلوت، وفي مشكلة ما بين محمد صلاح وأرني سلوت. قُلت الكلام ده وهو بيبان كل يوم عن التاني. الراجل فاقد أوضة اللبس وفاقد اللعيبة المهمة، اللعيبة كلّها اللي جات نجوم واللي كان جابهم يورجن كلوب هو بيقصقصهم واحد ورا التاني. مش ممكن. مش ممكن يبقى ده مستوى ليفربول بقى يا جماعة. تعبتوا وربنا، تعبنا يعني. أنا نفسي أعرف لحد إمتى هنفضل نتفرّج على هذا البؤس من الكورة، بؤس كروي بنتفرّج عليه. يعني أنا قاعد باتفرّج على بؤس كروي حرفيًا. تعبت والله. أتمنى إن الإدارة تاخد موقف ضد أرني سلوت، خلاص ما ينفعش يكمّل أكتر من كده، ما ينفعش يا جماعة. الراجل ده خلاص ما بقاش ينفع يبقى موجود في منظومة لعب ليفربول، ما ينفعش، لازم تتم إقالته. وهات أي حد،
لإن كده الصراحة too much. أنت النهارده المركز الرابع، أنت بتحاول تتقدّم شوية يمكن تلحق اسمها إيه، أستون فيلا، أنت مش لاحق أستون فيلا، مش لاحق ولا هتلحق أستون فيلا، وكمان هتفقد المركز الرابع. يعني اليونايتد لو كسب بُكرة أنت كمان بقيت المركز الرابع راح منّك، وتشيلسي لو كسب أنت ممكن ترجع سادس وسابع، مش ممكن، 5 ماتشات ورا بعض تعادل. أنا تعبت والله العظيم من الراجل ده، تعبت بقى، تعبت. لازم تغيير جذري يا جماعة في المنظومة كلّها، مش هينفع أكتر من كده، مش هينفع نستمر على هذا الأداء وهذا النوع من البؤس الكروي فعلًا، ما ينفعش تقول عليه حاجة تانية غير إن هو بؤس كروي فعلًا. أنا خلاص، أنا فعلًا حرفيًا أنا تعبت، فعلًا أنا ما بقيتش قادر، فعلًا ما بقيتش قادر أستحمل الراجل ده، فعلًا ما بقيتش قادر أتفرّج على ليفربول بالمنظر ده، وأنا واحد بيشجّع ليفربول من التسعينات ما بقيتش قادر أتفرّج على المنظر ده في ليفربول، عمري ما شُفته بالسوء ده، عمري في حياتي ما شُفته بالسوء ده، في أسوأ لحظات ليفربول عمري ما شُفت ليفربول بالسوء ده. أنا حبيت إن أنا أطلع أتكلّم معاك، وطبعًا ما فيش ولا تكتيك ولا بتاع، وماتش مقرف وحرقة دم كالعادة، بس يعني مش عارف أقول إيه، أنا مش عارف أقول إيه والله. يعني هاسيب رأيكم في التعليقات بقى، قولوا لنا في التعليقات يعني الناس اللي بتشجّع ليفربول. أشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.